هي فنون جميلة باختصار كلية فنية بتدرس الفنون الأصيلة اللي هي العمارة والنحت والتصوير والجرافيكس والديكور، اللي هي الفنون الأساسية اللي بيطلع منها بعد كده كل فروع الفن في كل التخصصات. الكلية بتبقى 5 سنين، عبارة عن قسم فنون اللي هو 3 أقسام: قسم جرافيك وقسم نحت وقسم تصوير، وفي قسم ديكور، وفي قسم عمارة اللي هو شبيه بهندسة قسم عمارة، بس بنضيف له طبعا الناحية الفنية. بالنسبة لمراد، أنا مراد درويش، مدرس مساعد قسم تصوير، شعبة تصوير جداري، متعين في الكلية من 2009. كتير لما بتيجي تتكلم عن فنون جميلة بيقول لك دكتور عبد العزيز، دكتور مراد، ناس كتيرة حباكم بسبب برود اللقطة. ايه قصة برود اللقطة؟ والله أنا أقدر أتكلم عن دكتور عبد العزيز لأن هو شخص مؤثر في الناس بشكل كبير جدا. دكتور عبد العزيز ابتدى فكرة اللقطة الواحدة إن هو يخرج مع الناس ويرسموا كل يوم جمعة في القاهرة. ابتداها من حوالي 13 سنة. والفنان لما بينزل في الشارع وبيرتبط بالناس اكيد بيلاقي مقابل لده، يعني الناس بتبتدي ترتبط بيه، غير لما يبقى فنان حاصر نفسه في المرسم وبيرسم لوحده، مفيش حد حتى بيشوف شغله محصور في المعارض بس. النخبة هي اللي بتتفرج على الشغل، مفيش تواصل ما بينه وما بين الناس العادية. دكتور عبد العزيز كسر الحتة دي، فعشان كده الناس بتحبه. لقطة مقتصرة بس على الناس بتاعت فنون جميلة؟ لا خالص خالص، احنا معانا كل التخصصات. يعني بالنسبة للأعمار معانا من تلامذة في ابتدائي لحد ناس في الكلية، لحد ناس اتخرجت وناس على المعاش. وبالنسبة للتخصصات معانا كلية طب وهندسة وصيدلة وحقوق. الفنون جميلة أغلبنا لما بيتخرج من الكليات بيواجه صعوبة في إنه يدخل سوق العمل. فنون جميلة فيها نفس المشكلة؟ فيها نفس المشكلة، بس مش بسبب فنون جميلة نفسها، بسبب فهم الناس الخاطئ. يعني كل الطلبة بيبقوا داخلين الكلية معتقدين ان هو هيدرس الحاجة اللي تخليه يشتغل على طول في سوق مباشر، يبقى داخل وكل تركيزه انا هشتغل ايه بعد الكلية. بس ده غلط للأسف. انا زي ما قلت لك احنا بندرس الفنون الأصيلة، الفنون الجميلة اللي هي الأساس، العلم الأساسي بتاع الفن. العلم الأساسي لما بتعلمه كويس قوي بقدر بعد كده اتخصص في اي فرع من الفروع وببقى قوي فيه جدا، غير لما ادخل على فرع من الفروع واتعلمه والاقي نفسي ضعيف جدا في باقي الفروع، والاقي نفسي ضعيف في الاساس نفسه اللي انا كان المفروض اتعلمه. نصائح، لما توجه نصائح لطلبة فنون جميلة؟ نصيحة ان هم يركزوا ال5 سنين في دراستهم في الكلية، يعني ما فيش كورسات، ما فيش شغل، يعني الا لو هو مضطر مثلا. بس هو يركز كل وقته حتى في الاجازة ان هو يشتغل، ان هو يرسم. احنا الرسم ده هو الاساس حتى في قسم عمارة عندنا. لو طلع من الكلية رسام كويس وفنان قوي هيقدر بعد كده يشتغل في اي تخصص من التخصصات. انما لما يبقى داخل وفي دماغه ان هو يبقى جرافيك ديزاينر مثلا من وهو لسه في اعدادي كليه، وبيبقى نفسه يتعلم برنامج من برامج الجرافيكس، جايز لو اتعلم البرنامج ده ما يبقاش فيه فرصه بعد كده ان هو يطبق بيه او يشتغل بيه، فمع الوقت هينساه. وممكن بعد التخرج البرنامج يكون راحت عليه خلاص وظهر برنامج تاني جديد فهيبتدي يتعلمه من جديد. فهو ضيع وقته في حاجه مش مهمه، ضيع وقته ومجهود وفلوس كمان وكل حاجه، وضيع وقت الكليه اللي كان المفروض يركز فيه في الاساس ان هو يتعلم رسم كويس جدا. كلمه للنقاشين، انا مبسوط طبعا ان انا قابلتكم وان انا قاعد معاكم، وكل سنه وانتم طيبين وكل المشاهدين.